تتذكرش قدام النهار عندك؟ شغل هنا عندي اليوم، بس اليوم سكرت العام. اليوم؟ معناها بظهر التصوير اليوم عندك عام بالضبط. اليوم عندي عام. باهي خلينا نبدا بسؤال هو بليد شويه، معناها وكان نرجعوا عام التالي كنت تعمل الحكايه بيها؟ الحقيقه شوف انت صادق واضح، معناها ما تكذبش، تنجمش تكذب. لا باش نجاوبك على قدر سؤالك، باش نجاوبك اللي تقول لي نجاوبك عليه يعني. قلت لك معناها لو نحن نرجعوا اليوم غلقت العام. ايوه في المكان هذا. أيوه. يعني لو نرجعوا عام التالي. والله ايش نقول لك، انا بريس معناها كي خرجت معناها انه شفت معناها كيما نقولوا في الانترنت وفي الشاشات وفي معناها انت واحد الناس شفت معناها شفت معناها في الميدانات وفي ترافيك هذاك هو واحد هذاك شو عطاه. لا انا ما قلتلكش علاش خرجت. ايوه قلت لك لو توا انت ترجع عام تالي ترجع تخرج ولا لا؟ الحقيقه والله قبل ما ندخل في المساله الاخرى في حاجه ما نعرفهاش الله اعلم. باهي في هالعام هذا كل ليله كل نهار ترقد تقوم الصباح في اكثر. شنو هي اكثر الصور تراهم؟ معناها فاش تفكر؟ ربي يفرج عليك. امين. هذه الحاجه الاولى انه ربي يفرج عليك. اما شاركت انت في الحرب هذه؟ لا ما شاركتش انا، دوما دخلت تم قبضه. هذا اللي يسميوه على وضوك يا سي خليفه، معناها من الدقيقه انت دخلت وهم شدوك. شنو هي اكثر تصويره خلتك تجي لسوريا؟ والله كل خلاني نجي لسوريا. مثلا اعطيني مثال. برشا قتل كذا بحكي. شفت انت تصاور يذبحوا؟ تصاور الناس مشرده وناس كل ما شافوهم. مثلا شفتش قبل انت تصاور في فلسطين تاع ناس مشرده، ناس مذبوحه، الكيان الصهيوني في بالك يضرب في اخواننا المسلمين؟ لا بالطبيعه. ها قلت تو هاي فكره من غادي من غزه ندخلوا نعاونوا غزه، يعني من الحدود من مصر كنا ندخلوا لغزه ونعاونوا اخواننا الفلسطينيين. جاتش في بالك الحكايه دي؟ لا ما جاتش في بالي. علاش جات في بالك سوريا مالك؟ نسأل فيك. هو المجاهد مجاهد راه اللي يحب يعاون اخوانه المسلمين ويغيثهم لازم يغيثهم في كل مكان. ولا انا غلط؟ لا بالطبيعه. باهي ما جاتش في بالك انه تمشي لفلسطين؟ قلت تمشي لسوريا. والله فما معناها تقول حب واحد يخرج. احنا خرجت ليبيا باش نخدم فهمتني. من ليبيا انه صار انه يلزم معناها تعرفنا على شكون معناها قلنا راهو فما طريقه باش اللي يحب يخرج لسوريا. مشيت لليبيا. ايوه علاه مشيت ليبيا؟ باش تخدم. مشيت ليبيا باش نخدم مش باش تجاهد. ايوه لا مشينا ليبيا خدمنا 3 شهور. ايوه مش فما حكايه انه تعرفنا على ناس هم كثير ليبيين. ايوه ولا فما لا ليبيين. ايوه انه فما معناها شكون ينجم يخرج لسوريا. مشينا قلنا له راه نحبوا نخرجوا. هذا يعطاكم فلوس باش تخرجوا مش هكاك؟ لا كيف عندك فلوس وقتها؟ فلوس قاعدين نلموا قاعدين نخدموا هذيك تاع المرمى تاع ليبيا. في الفطور خرجنا به. فهمتك. ركبنا من بنغازي في طياره ليبيه هكا وصلتنا لاسطنبول. كي هبطوا من المطار خذيتوا الترام هيك وين مشيت؟ مشينا وصلنا لانتاكيا خذينا الاوتيل قعدنا فيه النهار فهمتني. وهيك وصلنا بالشخص هذا اللي مشي اللي خذيناه من شكون؟ من ليبيا حتى كشي لسوريا. اللي خذيته ليبيا اللي اعطاك الاسم نتاعو اللي انت نسيت اسمه، الليبي اللي انت نسيت اسمه. اما نتاع انتاكيا تعرف اسمه شنو نتاع انتاكيا؟ هذا ابو احمد. لا مش هو سوري هذا في سوريا هذا. انتاكيا وصلنا له في انتاكيا ابو علي. باهي فهمتني. ديريكت فتوه في المحطة. كلمنا بالتليفون بعث لنا واحد من الشوفير نتاعو جانا. عنده شوفير ابو علي؟ لا عنده شكون معناها تابع. هذا تم ركبنا وصلنا للشخص هذا ابو علي. انت في مخك شنو الحكايات اللي باش تعمل لهم السوريين؟ اول حاجه ما لي حاجه بيجي من الفلوس اللي جبته مش عاون ما لي حاجه. ما كنا نبعثوا لهم حواله ارخص وتقعد للتذكره تاع طياره وحكايه، ما كنا نبعثوا لهم هذا على الشيء اللي وصل لنا لازم تخرج. على الشيء اللي وصل لنا لازم تخرج. دوك مشينا ابو علي ركبكم في كرهبه؟ لا عندك كلام ركبنا فيه. وين مشيتوا؟ ابو علي هذا وقت اللي وصلنا للدار تاعو. لا بعدك تطول هزنا للحد الحدود. ايوه باهي الحدود وقفكمش حد. جاري مش حدود ما نفهمش. واحد يقول لي كنت في تركيا نلقى روحي في سوريا، ما فما حدود ولا كيفاش؟ مش طابين على حد كما يقولوا حد شرعي فهمتني بين اللي يفصل بين سوريا وتركيا. دخلنا على جبل. هذا حد غير شرعي. ايوه فهمت. اي خرجنا من 8 تاع الليل. فوالا خاطر انت قبلت ابو علي. ندير ابو علي خرج كي 8 تاع. ابو علي لا يعرفكم شيء، قال لكم هاي نهزكم مباشره نسالكم. عنده اتصال بين الليبي الليبي اللي في ليبيا. دونك هو كان مطمئن انه هو جايين من فهمتك. باهي جانا بعديك واحد عنده تاكسي سوري.
تاكسي سورية. تاكسي مكتوب عليها تاكسي هكا ولا؟ لا تاكسي ولا سيارة أجرة نحكي مع النواج؟ لا تاكسي. تاكسي كيما بتاع تونس الصفراء كيما عندنا في الصفراء. اي هذيك وصل. بالفلوس ولا بلاش؟ لا بلاش فلوس. لا ما نعرفش، التاكسي ياخذ فلوس عادة. اي بلاش فلوس. اي وصلك بلاش. اي مين وصلك؟ وصلنا حدك شي وصلنا للدقيقين. كي دخلت شفت ضرب ومضروب وكل شيء بلاش خير. ما قلتش وين اللي شفته في التلفزيون؟ انا ما سالتش روحك قلت وين هذاك؟ ولا في بالك انه غادي فما شيء؟ انا كي نقول مشيت المنطقه ماشي المنطقه، قال لي راك باش تمشي مثلا باش توصل المال نتاعك وباش توصل كذا، فهمت؟ كي وصلت ما فما حتى شيء في الدقيقين، فما حتى شيء. وين هزكم بعد الدقيقين؟ الله اعلم به وين بس. كيفاش؟ هز قال لنا تو راك باش تخرج راك توصل المنطقه اللي حاجكم به. باهي. قعدنا فم بك قال لنا تو ان شاء الله بعد ندرج عليكم. قعدنا فم بك دخلوا علينا وحود مسلحين. كيفاش؟ دخلوا علينا وحود مسلحين 4 اشخاص. قاعد معنا وبعد كي جاي يعملوا يخرجوا 3. يخرجوا 3 من الناس، معناها خاطر الاشخاص هذول مسلحين. يخرجوا 3 من الناس. خرجنا ركبنا في كره بكيه. كيا. ايوه. زرقاء. هاي قريه حسب مكه. خرجنا. مشينا شويه ساده والله كيما كي عمل الدوره نتاعو مارشاليه كيما نقولوا مارشاليه. ومشى كي حكايه 7 متر 8 متر وكسر كي شويه ودار دوما دار نلقاو الجيش قدام. تم القبض علينا. وتسد معاكم بو محمود ولا؟ والله رينا تكبل اما الله اعلم. ما جاش معنا، ما شدش معنا، رينا تكبل حطوا له المينوت يديه. فهمتني؟ ما جاش معنا. باهي شدوكم السوريين. ايوه. الجيش السوري؟ لا الجيش السوري شدنا. ايه ومن نهارتها تو عندك عام. ايوه. قلت لامك راك ماشي؟ وين؟ سوري. قلت ما خبرت حد. حد من اصحابك؟ ليبيا ما نعرفوش انا في حد من اصحابك؟ اللي ما عرف. وهم ما قالوش لدارهم؟ كيف ما نعرفش خبروا دارهم ما خبروش دارهم هيك. عملت واحد الناس ما خبرتها. بصراحة هل تعتقد مهمتك الأولى بدأت بالفشل لأنه مباشرة نعملوها مرة أخرى؟ تمشي تغيث أخوانك لأنه مازالك محتاجين لإغاثة. لا ما عادش نعاود هذيك. علاش؟ علاش؟ تضحك علاش؟ شنو تغير؟ أي تجربة لا شنو اللي صار خاطر تسديد؟ قلت أنت في ليبيا صار شيء إنسان يقعد يمخو معناك ما فما حتى شيء. ما كي شيء ولا فيها سجن و انت شكون تدخل الجنه مباشره تدخل الجنه؟ لا في بلاش استغيث انا فما عليك استغاثك في مش لا جيش سوري لا فما حتى شيء بعد. خيبه شاركت في الانتخابات الإيرانية في تونس؟ 23 اكتوبر كيفاش خرجت؟ خرجت قبل 23 اكتوبر؟ 23 اكتوبر عندها عام و7 شهور. معناها وقت الانتخابات انت في تونس؟ في تونس ما شاركتش فيها. عارف؟ ما عندك ثقة في الانتخابات؟ لا مش ما عنديش ثقة ما شاركتش في الانتخابات. في بالك شكون شارك اختي كل شيء. شكون اصلا نبدا تعريف خرجت مؤخرا. شكون فما تعرفش في بالك شكون وزير تو شكون؟ تو عام الله اعلم. واللي خليته شكون؟ خليته انا من الصندوق. هذاك تبع النهر. ايه اسمه مرزوقي تبع النهر ذاك. حركة النهضة تعرف؟ لا نعرف عنها هم كان الأحزاب في تونس. أنت ضد الأحزاب؟ لا مش ضد الأحزاب ما تبعت شيء. أنت ما تنتميش لحد حزب؟ ما شيء. قلت لك بالنسبة لك أنت هل تعتقد أنه كان لازم مثلا تشاور لو أنت شاورت أمك وأبوك هل كانوا يخلوك؟ أكيد لا. ما ترضاش إنه ولده باش يخرج عليه. أخواتك؟ كل كيف ناس. تصور أي واحد من أخواتك كان يرفض أن وجانا الصغير. ما ندمتش انك تكلمت معي. ما ندمتش تكلمت معي. هو حقك كيش قلت تتكلم قلت لك برا نتكلم برضاك حتى ضغط. هذا مهم جدا. ما فما حد ضغط عليك. ما وصلت جيت حتى انت ما نجم حد يضغط عليك اكيد. انت ديجا سالتني قلت لي راضي ماكش راضي معناها كان البرنامج اللي عامله
على اساس انه على راحتك، كي قلت يا ماكش راضي ما يخرجش طول. اشكرك، ربي يبارك فيك وربي يسهل عليك. الله فيك.